ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان طبعا الاحمر طالع السنه دي موضه في خريف وشتاء 2024، فانا ما اسكتش فقعدت ادور في هدومي القديمه يمكن اطلع حاجه باللون الاحمر. وعلى فكره انا بحب اللون الاحمر جدا، بس اتفاجئت ان انا ما عنديش حاجه غير حاجه واحده بس باللون الاحمر. يعني استعجبت بس برضو مش هسكت. فجبتها علشان اعمل معاكم ستايلنج ونشوف هنلبسها ازاي وباي طريقه، وممكن نغير من شكلها اكتر من مره ازاي. بس لو عايزين تعرفوا تابعوا معايا لاخر الفيديو. قلت لكم اول فيديو ان انا قعدت ادور على حاجات باللون الاحمر، ما لقيتش غير الكارديجان ده باللون الاحمر، هو اللي كان موجود معايا في الخريف، يعني ده ينفع يتلبس خريفي. ما لقيتش حاجه غير ده باللون الاحمر عندي. فقررت ان انا اجي النهارده واعمل لكم فيديو ونشوف ممكن نلبسها ازاي ونستايلها مع بعض. فاول حاجه هلبسها على بادي اسود وبنطلون اسود. تعالوا نشوف ممكن نلبسها ازاي. هروح البس وارجع لكم. ولبست اول حاجه زي ما انتم شايفين كده الكارديجان الاحمر مع بنطلون اسود، وطبعا حطيت بيلت هنا علشان يعني اهدي السواد اللي جوه شويه. ولبست الايه الشوز فيرنيه تحفه قوي، انا بحب الشوز دي جدا على فكره، مش عارفه هي واضحه ولا لا. وقررت ان انا البس الشنطه باللون ده برضو تكون باللون الاسود وماسكوتش استنى، والنضاره الاسود وفي الاحمر هنا ممكن البسها كده. ايه رايكم؟ وممكن اغير الشنطه طبعا تبقى بالايه بالشكل ده برضو لونها اسود بس صغيره. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا ده الاحمر مع الاسود؟ هو الاحمر مع الاسود تحفه على فكره. ولكن برضو ممكن نلبسها بطريقه تانية. ممكن نلبس الكارديجان ده بطريقه تانية، مش نلبسها بطريقه تانية، نلبس نلبس الكارديجان ده بطريقه تانية. ازاي؟ هروح البس وارجع لكم. ده طبعا تاني اوتفيت، مرضتش البس ابيض يكون صريح هنا عشان لابسه البنطلون اسود عشان هيبقى شبه علم مصر، ولوننا هيبقى قمر، لو بقى علم مصر هيبقى قمر. ولبست الكوتشي الابيض ده والشنطه السوداء دي اللي شبه التوت باج، والنضاره السوداء. ايه رايكم كده؟ طبعا انا ممكن زي ما انا كده والبس بنطلون جينز على بدل الاسود ده، هيبقى برده حلو. بس انا قلت يعني اجربه لكم كده وبعد كده هرجع اجربه لكم لما يتلبس على البنطلون جينز هيبقى شكله عامل ازاي. ايه رايكم؟ انا حبيت ده، حسيته كاجوال اكتر. حبيتوه معايا ولا ايه؟ هروح البسه وارجع. بصوا ده لما لبسته على البنطلون الجينز وكوتشي برده حسيته برده كاجوال. وممكن ايه الشنطه دي او ممكن حاجه تانية. لا انا مش عايزه الشنطه دي، لا عايزه حاجه بتتشال كده. ايه رايكم؟ حبيتوا ده معايا ولا ايه؟ طبعا بالنسبه للطرحه حد هيقول لي طبعا هي الطرحه ما بتتغيرش، هي اسود يا ابيض. لا هقول لكم، انا وانا بصور ببقى مستعجله وعايزه يعني اعمل كذا حاجه، فدي بستسهلها اكتر. يعني ماشي طالما لايقه لونها لايق فتمام. طبعا فيكي انت تغيري الطرحه، لو مش عاجباكي ربطه الطرحه او شكل الطرحه او لون الطرحه ممكن تغيري وتحطي تلعبي في الالوان، يعني تدخلي الوان مع الاوتفيت ده بالطريقه اللي تريحك وبالطريقه اللي تليق عليكي. بس ايه رايكم كده؟ هروح اكمل بقيه لبس وارجع لكم. رايكم بقى على اللون الابيض؟ ايه رايكم؟ لبست الكوتشي برضو الابيض والبنطلون الابيض الواسع ده وتي شيرت باللون الابيض زي ما انتم شايفين الكارديجان باللون الاحمر. ولو انا عايزه مثلا ادخل لون ثالث في الموضوع، يعني اظبط بيه كده ولا حاجه يبقى بوب كلر كده، ممكن يبقى اللون الاخضر ده، وممكن يبقى اللون الابيض ده لو انا عايزه اخليها ايه ابيض في احمر بس. ايه رايكم؟ حبيتوا معايا الاحمر على الابيض احسن ولا على الاسود ولا لما لبسته على الجينز؟ مش بس كده، هروح البس لكم وارجع. ده ايه رايكم؟ ده كانت سكيرت سوري كان بنطلون وحولته لجيبه. مش عارفه شفتوا الفيديو ده ولا لا. لو ما شفتوهوش ادخلوا على الفيديو ده هيفيدكم جدا، يعني عملي قوي ان انت تاخدي حاجه عندك في مش بتلبسيها وتحوليها لحاجه ممكن تستغليها وتلبسيها اكتر من مره. بس فالسكيرت زي ما انتم شايفين كده باللون ده على الكارديجان زي ما انتم شايفين، والتيشيرت ابيض طبعا، اي شنطه اي توت باج، والكوتشي الابيض طبعا.
لو وصلتي لحد هنا والفيديو كان عجبك، يا ريت ما تبخلوش عليا لا في اللايك ولا في الشير، ولو اول مره تشوفوني سبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. وبحبكم قد الدنيا بحالها، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.